السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش أنا اضطريت أركب الصوت لأن الأصوات ما كانتش أحسن حاجة في الدنيا النهاردة. تاريخ ميلاد جنى بنتي، فأنا كنت واخدها معايا المغسلة، صممت تلبسني زي أو ألبس زيها، وطلعنا رحنا الجنينة بتاعتنا اللي هي عند المغسلة أنا ومحمد. لكن حصل حاجة غريبة الشكل. والدتي الحاجة أمي الله يديها الصحة قالت لي تعالى أنا عاملة لك حاجة أنا بحبها جدا. وكان رضا أبو محمد أخويا وحبيبي عامل لي انا في الكومنتات ويقول انا فلاح يا عم وعندي باكل عيش بسمنه، هنا بنسميها عندنا بنسميها عندنا مفروكه. المفروكه ديت احنا عيش بيطلع من قلب الفرن، وبنحط عليه زبده وبنقلبها ونحط عليه كمون وحاجات كده. عموما احنا دلوقتي رايحين بناء على اتصال امي بيا، تعالى انا عامله لك مفروكه. فطبعا ما قدرتش ما البيش ان ده هنروح نشوف هي عامله لنا ايه النهارده، ونشوف ال- الكارثه اللي ربنا يسامحنا عليها. والله يرحمك يا ضايد بقى. لكن اليوم النهارده صيف حرفيا من غير كلام. يلا بينا نروح ونطلع نشوف الحاجه عامله لنا ايه، ونسيبكم مع بدايه الكلام. يلا بينا يلا بينا. دخلنا ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا ده اللي انا لحقته من اللي فاضل من اخر صينيه. في ثلاث اربع رغيفه مع الخبيز، وده العيش طبعا وقت لما يكون مستوي. لكن احنا عاملين العيش ده بيتعمل بعيش مختلف. ماشي. طبعا القش بتاعنا، وانا لقيت عندنا ضيفه هنا القطه جايه بتاخد رزقها، فالجماعه حاطين لها الاكل. طبعا ده وطة بلدي. تعالوا بقى نشوف لكم الفرن شكله ايه. لازم العيش اللي يتعمل مفروكه يطلع بالشكل ده اهو، يا دوبك يشم النار، يتسلق سلقه كده ويطلع يتعمل زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي في الكارثه اللي ربنا يسامحنا عليها دلوقتي. طبعا احنا ما زلنا بناكل في الافران البلدي يا جماعه. مهما كانت التقدم ومهما كان الغاز ومهما كان، بس هنا في ريحه مختلفه وطعم مختلف. ربنا يديم ونعمه يا رب. تمام. ده العيش وبيتحط بالشكل ده، وبعد كده بيستوي. طبعا لو انتوا فاكرين الفرن العيش بتاعي اللي هو الجبار بتاعي اللي محدش بيعرف يعمل زيه، بس انا مش عايز اوريه لهم عشان ما ايه. شوفوا العيش اهوت ده مستوي. احنا بنسمي العيش ده عيش شطح، عيش تخين شوفوا بالاسم ده التاني ده. الله المستعان. لكن الله المستعان. يلا بينا نشوف. طبعا الحاجه والدتي ديت بتحط الكمون والفلفل بتاعها على العيش بعد ما طلع من الفرن. وطبعا رغيف برغيف بتحط الزبده. هتشوفوا دلوقتي الزبده السايحه اهيت في ايديها اهي، حله الزبده السايحه في ايديها. زي ما انتم شايفين كده دي زبده سايحه. هتشوفوا تاني دلوقتي هتحط سمنه تاني بشكل مختلف. اصبروا بس اتفرجوا كده معايا واستمتعوا بجمال المنظر. الناس اللي عامله دايت زي حالاتي يطلعوا يمشوا ويطلعوا بره، بس انا صراحه ما قدرتش اقاوم. المشكله هنا بقى قوتك كام رغيف. يعني انت الحاجه مش هتحط لك ليس رغيف ولا اثنان ولا ثلاثه، تفضل تحط. او السمنه الزبده ديت في قلب البتاع، مش عارف شفتوها ولا لا اهي. الزبده تحت ايد الحاجه اهيت. الله يحفظها لنا يا رب، ويبارك لامهاتكم ويحفظ لكم امهاتكم ويرحم الامهات المتوفيه. الله يأمن اللهم امين. اهي شايفين الزبده؟ الزبده في ايد الحاجه بتطلع كل رغيف عيش تحط له واحد زي ده، غير اللي هي حطته في الاول غير اللي هتحطه في الاخر. يعني يا جماعه الموضوع بجد كارثه. يعني دي قنبله موقوته الحاجه حطها لنا النهارده. شوف الزبده ديت في الارض في قلب العيشه اهيت. الزبده اهي. شايفين المنظر؟ ويا باشا عيش عليها يا باشا، والكل بالهنا والشفا والريني. كده تقريبا مش عارف دول رغيفين ولا ثلاثه صراحه مش عارف. لكن لسه في غيره هيجي. طبعا العيش اهوت هو لسه بيتخبز. وكمان مره هوريه لكم. طبعا رجعت الحاجه تاني. اتفرج كده على الجمال، استمتع بالجمال ان شاء الله. هيجي دلوقتي الحاجه هتجيب رغيف تاني وتحطه لنا، وتبدا تقطع من جديد. يعني بعد كل التقطيع ده لسه. هي ليه بتقطعه؟ عشان يشرب اكبر كميه من الزبده. طبعا احنا لحقنا اخر شويه في العيش اللي هم دولت، كان فاضل ثلاث اربع رغيفه اهو. اهو شوف الرغيف كمان اهو، حطت زبده فيها ولمت الزبده اللي كانت فاضله تحت اللي ما مسحتش، جابتها كمان اهي. يعني كده دي فيها اتنين يعني اتنين صباع زبده. بلاش اقول ابوس، احنا بنسميه كده. مش عايز اقول الاسماء اللي احنا عندنا. هو ده اللي على الشمال ده صغنن شويه اللي كان في اللي قبله، وده كبير شويه. اتفرج بقى على الجمال يا ريس. مهما اقول اهو بتحط. طبعا هو سخن جدا طالع من الفرن زي ما انتم شايفين.
العيش لازم يطلع مسلوق بالمنظر ده، ما يكونش ما يتلدنش وينشف وياخد الوش بتاعه ويحمر كده، لا، لازم يطلع بالمنظر ده. الحاجه بتحط في الاول عشان يسيح. وبعد ده كله برضه حاطه الحله في زبده تانية في الفرن عشان تسيح هناك وتجيبها لك هنا. يعني بصوا يا جماعه، اللي ياكل ده يكون امه ده عياله، مش هقول داعي عليه طبعا. اللي ياكل ده يكون ناوي، يعني انسى بقى دايت مين وبتاع مين. يعني عايز اقول لك انت تاكل من هنا وتقوم تجري لك 150 كيلو عشان تحرق الدهون. طبعا العيش اهوت وبيطرحها اهوت، المنظر اهوت، اتفرج عليه كده هما بيطرحوها على الطرحه اهوت. تمام زي الفل. تعالى نرجع لامي تاني، شوف حط رغيف تاني وتقطع تاني، شوفوا زبده تاني، زبده تاني سايحه. انتوا متخيلين يا جماعه الكميه؟ انا عايز اقول لك يا جماعه الاكله دي جريمه في حق البشريه، بس عايزه رجاله تاكل. رجاله، الراجل بقى يجي ياكل يعني. هو تاني تاني والله، يا الله يا امي، الله يديك الصحه يا حبيبتي. ماشي. الله، شوف بقى الفرن اهوت، الفرن بتاعنا اهو ما شاء الله. ده الفرن اللي هم بيولعوه عشان يحموا حته الحديده دي، بيسموها عندنا بيسموها عرصه، لها اسم عندنا عرصه. تعالوا بقى شوفوا الجريمه دي، انا ومحمد هاني قعدنا عليها لوحدنا. كل اللي انتوا شفتوه ده انا ومحمد هاني بس، ونسمي الله. يلا شوف زي ما انا بعمل العيل بيعمل، تخيل. شوف دي زبده، حته زبده مسحت شايت انا بوريها لكم. محمد بيعمل زيي، بيقص اللقمه زيي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك. واضرب يا معلم ووريني بقى ايه جمال طعم الاكل والهنا والشفا اللي يجري. ما شاء الله. طبعا ده كله عشان خاطر رضا ابو محمد يتكيف. شوف امي حطت لي كمون تاني وبتقلب لي تاني، يعني الله يديك الصحه يا امي. جابت لي الكمون وحطيت لي تاني، قلت لها عايز شويه كمون. محمد بيقلب زي جدته. ما شاء الله لا قوه الا بالله. يلا يا جماعه تعالوا اتفضلوا، بسم الله. طعم جامد، الله اكبر، ما شاء الله لا قوه الا بالله، تحفه فنيه. طبعا احنا بناكل على فكره. شوف الزبده، هم عملوا رغيف صغنن على قد محمد، قال لهم اعملوا رغيف صغير، ومش عايز ياكل هو معايا كده خلاص يعني صدته. هي صدته، عايز الزبده في قلب الرغيف. يعني مين فيكم الراجل اللي يقدر يعمل دي؟ مين يقدر ياخد رغيف عيش فيه زبده كده بالمنظر ده ويضرب بالهنا والشفا؟ طبعا ده الرغيف اهوت اللي هو الطبيعي اللي احنا بنطلعه، بس احنا طبعا اللي بيتعمل ما ينفعش يطلع بالحجم الكبير ده. وطبعا ده العيش اهوت اللي فاضل من الخبزه، احنا قعدنا كلنا الخبزه كلها. يعني قبل ما اروح برضو كان فيها حبايب تانيين موجودين، وده العيش اهو بيحطوه على القش وراهم. المسدسات دي بتاعت محمد هاني، كنت جايب له الاسمر ده، وبعدين جبت له اللي على الشمال دوت. اللي على الشمال ده بنظام البنادي بتاعت زمان، اللي هو فيه خرز بروحين، ده بيضرب على طول. الاسمر محمد طمع فيه، لما جبت له التاني ده انا طمعت فيه، فهو عيط، قلت له خلاص خد بتاعك وهات بتاعي الاسمر اللي انا جايبه. هنا اتنازل عن المسدس ده وسابهولي. واب عيل بقى تعملوا ايه، بيحب يلعب بمسدسات العيال وبيتفرج على تنة ورنة. اتمنى الفيديو ده يكون متعكم ويعجبكم، وما تنسوش اللايك والشير عشان خاطر محمد هاني وهاني. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية قادمة كتيرة، لكن ما تنسوش الدعم منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات قادمة. كان معاكم ابو حنين في رعاية الله وامنه.